لو انتي مكسلة زي حالاتي ولسه ما عملتيش الزبادي في البيت وبتعتمدي على الزبادي اللي بتشتريه من السوبر ماركت، لا يلا نقوم كده بسرعة وما نكسلش، لان علبة الزبادي بقت بشيء وشويات دلوقتي، وطبعا هتخرم مننا الميزانية خالص. فطبعا لازم نقوم نعمل الزبادي في البيت وما نكسلش، علشان خاطر ب2 كيلو حليب هنعمل كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي، وضامنين نظافتها، وفي نفس الوقت توفير في الميزانية. يبقى يلا نقوم بسرعة ما نكسلش، ونجيب اللبن ونبدأ نعمل الزبادي في البيت. طبعا زي ما انتم شايفين يا حبايبي، يلا ندخل مطبخ الرضا الأول، نسمي الله ونصلي على الرسول، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وتعالوا نعمل الزبادي في البيت. كنت قاعدة كسلانة وكل يوم اشتري زبادي من السوبر ماركت للسحور علشان الشهر الكريم، كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا لقيت العملية كده معايا ما بقتش مظبوطه، هتبدا الميزانيه تخرم. لا ازاي على مين؟ لا قومي بسرعه وما تكسليش. جبت 2 كيلو من الحليب زي ما انتم شايفين ورفعتهم على النار، وطبعا كان عندي الكيس النص كيلو ده كان مجمد في الفريزر، قلت مش مشكله خالص. رفعته على النار وبدات كده بالمضرب اضرب اللبن، يعني اضرب في اللبن كده واقلب فيه. ليه الضرب دوت؟ عشان اخرج اي ميات في اللبن، لان في لبن بيبقى جاي مغشوش من بره متزود عليه ميه، والميه دي هتبوظ لي الزبادي. خلاص بقى غليت اللبن تماما وسبته لما برد تماما. انا مش عايزاه يبرد قوي، انا عايزاه احط صباعي فيه زي ما انتم شايفين كده. حطيت صباعي فيه كده، جربته لقيته هو يا دوب دافي زي رضعة البيبي. خدت الوش بقى زي ما انتم شايفين كده، وبدأت احط على الوش دوت علبة من الزبادي. العلبة الزبادي ديت 70 جرام، وفيها معلقتين، يعني هحطهم عبارة عن معلقتين، هنزلها كلها. وطبعا انا كميه اللبن اللي انتوا شايفينها دي انا هقسمها نصين، هو المفروض ان انا كنت قسمتها من الاول، بس طبعا علشان خاطر انا كنت مستعجله فحطيته غلي كله مع بعضه. هبدا بقى اقسم اللبن زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اللبن ده جاي بخير والله، ربنا يبارك لاصحابه. اللبن ما شاء الله جاي من مكان معروف بنجيب منه، فاللبن نظيف وبسم الله ما شاء الله كامل الدسم وزي الفل. بدأت كده أقسم اللبن زي ما انتم شايفين، لأن أنا هعمل كمية بالفراولة، وهنعمل كمية تانية اللي هي السادة، يعني هنعمل زبادي بالفراولة وهنعمل زبادي سادة. قسمت الكمية زي ما انتم شايفين كده، بس طبعا مش بالظبط، لأن أنا عندي اللي بيحبوا الفراولة قليلين يعني. كنت خلاص ضربت بقى الزبادي، علبة الزبادي مع القشطة اللي أنا طلعتها من وش اللبن، مع مع معلقتين من اللبن زي ما انتوا شفتوا كده، وضربتهم في الخلاط ونزلت بيهم وهقلبهم كده بالمضرب زي ما انتوا شايفين. وهبدأ كده هجيب معايا شفشق من عندي كده، يكون حاجة ليها بوز عشان اقدر اصبه في الكوبايات من غير ما يتكب مني. نزلت بقى بكمية اللبن كده، وهجيب الكوبايات بتاعتي اللي موجودة معايا. عايزة تحطيها في أواني فخار مفيش أي مشكلة، عايزة تحطي في كوبايات إزاز زي دي مفيش مشكلة. بس أنا دايما بقول الكوباية الإزاز تكون حاجة صغيرة، بحيث إن اللي ياخد كوباية، يعني مثلا كوباية أو علبة، ياخدها يخلصها كلها، لأن هي لو فضل منها حاجة لازم هينزل منها شوية مية. فاحنا لازم اللي ياخد كوباية صغري الحاجة اللي بتحطي فيها، بحيث إن طفلك ياكلها كلها. بدأت برضو بنفس الطريقة أعمل الزبادي اللي هو بالفراولة. برضو خدت كده بالظبط حوالي 3 معالق أو 4 معالق من اللبن، وهنزل عليهم بعلبة من الزبادي الفراولة. وطبعا عندي حاجة تانية هحطها عشان أزود اللون، ده كريم شانتيه بطعم الفراولة. كريم شانتيه بطعم الفراولة ممكن تستبدليه باللي هو الدريم بطعم الفراولة برضو، وتحطيه منه معلقتين. ده بيعزز الطعم، بيخلي الطعم حلو، وفي نفس الوقت بيدي اللون اللي احنا عايزينه. وبدأت انزل بمعلقتين كده من السكر، علشان معلقة السكر دي بتدي طعم حلو بس كده لزبادي الفراولة. وممكن برضو تحطي معلقة علشان تحوش الزعقان بتاع الزبادي اللي هو السادة، يعني لو عايزة تحطي برضو معلقة على الزبادي السادة ممكن تحطي معلقة على الزبادي السادة، مفيش مشكلة. بدأت زي ما انتم شايفين ضربت كده برضو، وهعمل نفس الطريقة. هدمج كل المكونات دي بتاعتي مع بعض زي ما انتم شايفين كده. هضربها ضربة بسيطة خالص كده بالمضرب، بحيث ان الزبادي يختلط باللبن كويس. وهنزلها برضو في الشفشق بتاعي، وهبدأ اصب في الكوبايات. اهم حاجة اوعي اللبن يبرد منك، لو حسيتي ان اللبن برد منك اللي هو التاني اللي كنتي اسماه، خديه تاني على النار دفيه، بس خليه زي رضعة البيبي كده، وحطي صباعك اختبريه بيه ان صباعك يتحمل. طبعا هنا كانوا عملوا مني بالظبط 5 كوبايات، هم كانوا كفايه. بدات كده بخله كده، وهتبداي تاخدي ايه، تحوشي الفقاقيع اللي على الوش دي علشان ما تعلملكيش في الزبادي وتخلي الزبادي سايح.
طبعا بسم الله ما شاء الله، علشان اللبن كان بخيره، وكان بسم الله ما شاء الله هو لبن فلاحين يعني، مش لبن اللي جايباه من السوبر، بس من مكان معروف. ربنا يبارك لاصحابه يا رب، ناس نظيفه وناس زي الفل. فبدات بقى ان انا ايه، يا دوب كده ان انا بالخله كده ان انا اعمل الفقاقيع اللي هي على وش الكوبايات الزبادي. كده الدنيا ماشية معانا زي الفل، عملنا الزبادي بتاعنا زي الفل، الأمور معانا تمام. هاجيب بقى مَيّة سخنة، أنا مش عايزة مَيّة مغلية إن هي تكون بتغلي أوي وأنزل بيها، لإن ممكن وهي بتغلي أوي كده تعزل اللبن وتبدأ تخلّي اللبن إيه، ينزّل مَيّة منّه. إنّما أنا عايزة المَيّة تكون مَيّة دافية، مش دافية هي سخنة، بس مش السخنة المغلية الجامدة. زي ما أنتم شايفين هاحط كده في الصينية بتاعتي اللي أنا حاطة فيها كوبايات الزبادي، بالضبط هتحطيها قد إيه المَيّة، ربع الكوباية، بالضبط ربع الكوباية. طيب عندِك stretch wrap غطّي بيه الكوبايات بتاعتِك ويستحسن. طبعًا أنا كنت هنا باعملهم بالليل، فطبعًا كان الstretch خلصان ما عرفتش أجيب. بعد كده رُحت مغطياهم زي ما أنتم شُفتوا يا حبايبي، ورجعت سخّنت الفرن بالضبط نُص دقيقة. الفرن سِخن حطيتهم فيه وغطيتهم زي ما أنتم شايفين كده، عندِك فوطة، عندِك أي حاجة غطّي بيه، وسيبيهم لحد الصبح. هتسيبيهم بالضبط 10 ساعات أو 12 ساعة في الفرن زي ما أنتم شُفتوا كده. لو في الصيف بتحطيهم على الرخامة مش محتاجة فرن خالص، إنما في الشتا لازم نعمل التدفية ديًّا علشان الجو برد والحاجة بتاعتنا لازم تاخد وقتها. ممكن من 10 ل12 ساعة في الفرن. بعد كده بتخرّجيهم من المَيّة بتاعتهم وتاخديهم في الصينية دي، أو تفضّي الصينية اللي فيها المَيّة دي ما فيش مشكلة، وتحطيهم في التلاجة. ويُستحسن برضه إنهم يكونوا متغطيين بstretch wrap. باحطهم في التلاجة قد إيه؟ لا يقل عن 8 ساعات، بحيث إن هي تتماسك أكتر. زي ما أنتم شايفين طالعة بسم الله ما شاء الله متماسكة، طالعة زي الفل معايا. ده كان وش اللبن القشطة بتاعته، طالعة ما شاء الله متماسكة معايا زي ما أنتم شايفين. طعمها كان حكاية، أنا بصراحة يعني كلت منها كتير، حتى كانوا قاعدين يقولوا لي كفاية كفاية خلّينا ندوق. باتمنى إنها تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.